يا صباح الفل. ازيكم احبابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هاخدكم معايا في ورشتي. هنجدد شوية ترابيزات. تجديد اساس بشكل جديد. هنستخدم فيه النهارده ان شاء الله الترانسفير او المائي او الديكال، يعني سواء بقى هو بيتسمى ترانسفير مائي او ديكال. هنستخدمه النهاردة. كان عندي مجموعة من الصور، كنت مشترياها يعني من فترة. فلما جاء تجديد الترابيزات، فيعني تلامذتي كانوا عايزين يجربوا الترانسفير المائي او الديكال، يعني ايا كان، لان هو نفس شكل الديكال بس على اكبر. فقلت هسجله وان شاء الله هنزله لكم فيديو. برضو ممكن حد يستفاد. بس الاول بعتذر لكم لان صوتي تعبان شويه، فاستحملوني. بس حبيت ان انا انزل لكم الفيديو ده، تستفادوا برضو وانتوا بتشتغلوا تجددوا الاساس عندكم. اوكي. اول حاجه عملناها ان احنا دهنا السطح باللون الفاتح. هنا هوريكم على اللون الفاتح وهوريكم كمان على اللون الغامق. هنا اللون الفاتح. دهنا الترابيزة دهنا الترابيزة أبيض، ودهنا ورنيش، طبقة ورنيش. وبعدين حطينا الترانسفير. طبعا لازم الترانسفير نقصه على حدود الرسمة بالظبط علشان ما يبانش حرف للرسمة أو للصورة. حطينا مية أو سفنجة فيها مية، وبنحط كده على السطح أو على الظهر بتاع البوستر، وبنضغط يعني طول ما بنحط المية بنضغط بيها كويس جدا، علشان الضغط ده بيخلي الرسمة تلزق، وفي نفس الوقت كمان بيفضي الهواء اللي تحت الرسمة. بنضغط كويس جدا، وبعدين برضو ببل السفنجة مية وبدعك فيها تاني. ده يخليها اولا، المية بيخلي الورقة اللي فوق دي اللي هي لونها ابيض بتتزحلق من على الرسمة وبتتحرك. فاضطر ان انا اشيل الطبقة اللي فوق دي ويبان لي الرسمة. بس لازم هنا يعني حتى انا بشاور لهم على كل قطعة ان هم يعملوها يفضوا من تحتيها الهواء، علشان انا ببقى قاعدة شايفة كل الفقاعات الهواء اللي تحت. فلازم بالضغط ده ان احنا نفضل نضغط عليها، ده يخلينا يعني الرسمة تطلع كويسة في النهاية. في ناس بتحط اسبراي مائي او اسبراي سوري، ورنيش اسبراي. لكن انا عملت ورنيش مائي عادي، فايا كان يعني. هنا بنبدأ هي يعني تزحزح الورقة كده من عليها، تشوف إذا كانت هتتحرك معاها. لو مش هتتحرك نزود حبة مية، لأن المية هي اللي بتزحزح الطبقة اللي هي البيضة اللي احنا بليناها، وتسيب الرسمة بالشكل ده. بصوا، هي الطريقة حلوة جدا وسهلة، ما فيهاش أي حاجة. لكن أنا عامة أنا ما كنتش بحب الترانسفير المائي ده. ليه بقى؟ لأن هو بيدي لمعة شوية، وأنا مش بحب الحاجة اللي فيها سنة لمعة أو بلاستيك. بحب المناديل، لأن المناديل بتدي شكل إنها مطبوعة أو مرسومة بالظبط، أو شكل إنها مرسوم. هنا ده الشكل النهائي. أنا بحاول إن أنا أشيل المية اللي عليها، وادي الشكل قدامكم ده على سطح ابيض. هنشوف بعد كده هنستخدم برضو ترانسفير تاني على على سطح ملون. اوكي، يبقى خدنا الشكلين. هنا الترابيزة دي عملناها اللون البيبي بلو لان كان في طاووس كده نفس درجة اللون. حبينا ان احنا نعمل ترانسفير على يعني سطح ملون ونشوف النتيجة. والله النتيجة عجبتنا حلوة هنكمل، ما عجبتناش يبقى احنا بنجرب حاجة
لان هم كلهم كانوا عمالين عايزين يجربوا ترانسفير ده، عايزين يجربوه. فقلنا نجرب علشان ايه، ما يبقاش نفسهم في حاجة. طيب حطينا هنا، انا قسمت البوستر، هما بوسترين بصراحة، فانا قسمتهم على حوالي 3 يعني اجزاء. كل جزء هما الصورة كلها بتدي شكل الايه الحديقة كده، يعني شكلها يعني ورود بقى وعصافير وبغبغانات وحاجات كده. نفس الطريقة بحط الورنيش الأول، وبحط البوستر، وافضل ماشية بالسفنجة عليه واضغط، يعني لازم الضغط عشان اشيل فقاعات الهواء من تحتيه كلها. فلازم حتة الضغط دي مهمة جدا. وبرضو ان انا ايه بضغط، يعني شوف الواحد يعني لازم نمشي ايدينا كده علشان الفقاعات اللي تحت البوستر تروح كلها. بزود شوية مية علشان احرك فيها القطعة اللي هي اللي لونها ابيض، وبنشد بالراحة جدا، يعني لازم تتزحلق من عليها. هنا بس الإضاءة ضاربة شوية، لكن الشكل في منتهى الجمال وحلو جدا وثابت على السطح، يعني مفيش أي مشكلة. خلاص. لكن أنا عامة أنا مش بميل يعني للديكال ده، مش بميل ليه، لأن أنا بحب الحاجة بتاعتي تكون فانتج شوية أو طبيعية، ما تكونش عليها طبقة اللمعة دي. لكن في ناس بتحب كده، فما فيش مشكلة يعني. أنا يعني إحنا تبع إيه رغبة الزبون زي ما بيقولوا. فاللي عايز يتعلم حاجة يجي أهلا وسهلا بيتعلمها، وكل حاجة مش لازم عشان أنا يعني بحب أفضل حاجة معينة ما أعملش غيرها. لا بالعكس. أهم حاجة إن أنا أحط الورنيش تحت بطريقة، يعني ما اسيبش مكان يكون فاضي، بالتساوي، شمال ويمين كده ومن فوق ولتحت. واظبط بقى الجزء التاني. يعني انتوا شايفين انا قصاه بطريقه كاني فعلا يعني عاملاه زي الديكوباج بالظبط، زي ورق الديكوباج، واخده الرسمه بالظبط. اوكي. ده الجزء الكبير. بصوا انا مش يعني ما حبيتش ان انا احذف اي حاجه، بحيث ان كنتوا تشوفوا كل خطوه كانكم موجودين معايا في الورشه بالظبط. يعني دي كل الخطوات بالظبط. اوكي. ما حبيتش ان انا اسرع او احذف حاجه، عشان برضو الفايده تعم، يعني تبقوا كانكم موجودين معايا في الورشه. هنا طبعا المساحه كبيره، فلازم اسرع جدا علشان الورق بيقب لما بيشرب الميه بيقب، فلازم طبعا اضغط. ومعايا طبعا تلميذتي حبيبتي وعم بتضغط معايا. المهم ان هم بيبقوا مبسوطين جدا وهم بيشتغلوا بايديهم، وبيتعلموا برضو حاجة جديدة. يعني هم طالما في ورشة، يعني زي ما بقول لكم كده بيبقى طلباتكم اوامر. انا نفسي اتعلم كذا، انا حابة قوي التكنيك الفلاني، فبنعمل كل حاجة حسب الرغبة. يعني ما بيبقاش في منهج تعليمي وخلاص، بره المنهج لا، او كل حاجة بقى يعني ليها سعرها، لا، كل حاجة في ورشتي او في الورشة بتاعتك او في الكورس بتاعك من حقك انك انت تتعلميها. اي تكنيك انت شايفاه وبتحبيه هتتعلميه. زي ما انتم شايفين كده بالظبط، شايفه ايديها عامله ازاي، شايفه انا بضغط يعني بالسفنجه وبضغط كمان بالايد، بحيث ان انا اثبت كل جزء فيها، لان انتم ملاحظين طبعا ان المساحه هنا كبيره. هنا انا حاولت ان انا اشد لقيتها لسه ماسكه، فمعنى كده ان انا لسه لازم اخد تاني ميه، السفنجه فيها ميه، ولازم يعني ابلها شويه كمان، بحيث انها تبقى مزحلقه كده فايه تتجر على طول. زي ما بقول لكم هو تكنيك او طريقه معينه احنا بنستخدمها. في ناس بتحبها وبتستسهلها وبتقول لك دي جميله جدا وحاجه كده، يعني شبه المطبوعه وملهاش حرف وكل الكلام ده كله. لكن انا عامه مش بحب او مش بفضله يعني.
مش بفضل الترانسفير، بس لازم اعمله برضو لكل تلامذتي اللي بيطلبوا. بحاول طبعا اشد كده يمين شمال لغايه لما تبدا تزحلق معايا. هنا بدات حاجه بسيطه بس، فلازم ابلها تاني عشان تتزحلق كويس. ما تملوش بقى وتقولوا الفيديو ممل، لا انا عاملاه لكم بطيء كده كانكم معايا موجودين معايا في الورشه بالظبط، عشان تشوفوا كل حاجه وتشوفوا الاخطاء وكل حاجه. زي ما انتم شايفين كده بنبدا نسحب واحده واحده، علشان لو في جزء لسه يعني ماسك في الصوره عشان ما يتقطعش. ابل على فوق، ابل على طول ميه من فوق. في بقى ترانسفير تاني، هو ده المستورد، ده حاجه كويسه جدا. ان شاء الله مروه وجيه صاحبه صفحه زينة كرافت هتجيبهولي نشتغل بيه ان شاء الله. ده اللي هو بالضغط، ده حاجة كويسة، حاجة مميزة. هنا طبعا وانا بشد في لون من اللي تحت، لانه كان طري طبعا، او مش طري يعني، كان لسه بقى ما خدش حماية والكلام ده كله، فحتة اتشالت منه، لان احنا طبعا عمالين نشتغل بمية ونشتغل بسفنجة وبمناديل ومش عارفة ايه، فحتة اتجرحت. دي بتتعالج طبعا بعد ما نخلص. هنبدأ نديها من لون الخلفية. اوكي، فاضل الجزئية التانية، لان انا قلت لكم ان احنا قسمنا بوسترين على 3 اجزاء، يعني دول بوسترين، بس احنا قسمناهم على 3 اجزاء. هنلزق الجزء الثالث بنفس الطريقة بالظبط. احنا طبعا حريصين جدا وبن يعني بنظبط امورنا. نفس الطريقة اللي فاتت بالظبط، بس انا بوريكم ازاي بنتعامل بحرص جدا واحنا بنشتغل التقنية دي. بعديها بقى هنبدأ ناخد منديل او سفنجة ناشفة خالص، ونبدأ نبطط ونشوف الاماكن اللي فيها نسبة هواء ونطلع الهواء اللي فيها. هو حريص قوي الموضوع ده، بس اللي بيحبه ممكن يشتغل بيه بالطريقة دي، هو حلو جدا، حاجة مختلفة. بعد ما لزقنا الورقة دي، ابتديت ان انا اعمل بقى فوق يعني ايه شكل سحاب كده شوية. كنا عايزين نعمل شوية عصافير كده، بس الوقت ما قضاش. المهم ان احنا ادينا شكل حلو جدا للترابيزة من فوق، وهي اختارت الديكال ده او الترانسفير المائي ده، بحيث انها لو في حاجة وقعت او كده ممكن تقدر تشيلها، آه، مفيش مشكلة. او ممكن تدي طبقة ريزن فوقيها، مش عارفة ينفع ولا لا لاصحاب الريزن، مش عارفة ينفع ان احنا ندي طبقة ريزن او لا فوقيها. على العموم هو ده الشكل النهائي، هصوره لكم بعد ما الموضوع نشف. وهنبدأ ندي بقى السحاب فوق ونظبط، وابدأ اعرضه عليكم. كان في بقى مع الترابيزة دي ترابيزتين كمان، هوريكم شكلهم. كانوا خشب عادي جدا، بدأنا نعمل لهم دمج ألوان. هنزل لكم برضو الفيديو بتاعهم وهو خشب عادي قبل وبعد. ده ادي ده ديكوباج عادي بالمناديل، المناديل المطبوعة اللي هي المصري، في منتهى الجمال. انا ده او التقنية دي انا بعشقها، اللي هي بالمناديل، لان بتبقى عاملة كأنها مرسومة بالظبط. هنا بقى بعد ما عملنا السحاب، وهنا ماسكه هي المنديل، طبعا بتحاول تخرج كل فقاعة هواء تحت الديكال. يلا اللي بيحب حاجة بقى يتعب فيها. وادي شكل الترابيزات الجميلة. ميرسي جدا، وباي باي.